يا رب أعط السائل المحروم أسباب السرور. أطفئ وقود الحرب في الدول المؤججة السعير، وعلى جبين الكون ضع قبل المحبة والضمير. يا رب هب للروض بهجته وللزهر العبير، والعش للعصفور والهمس المنغم للغدير. وعلى فراش الأم أطلق ضحكة الطفل النظير. وأنا يا رب جزء من هواك ومن سناه، ما دمت أنت تحبني ماذا أريد من الحياة. هذا النص مقرر على الصف الأول الإعدادي في الترم الأول. كلمات الجديدة: المؤججة، المشتعلة، المضاد، المطفأة، السعير، النار، هب، امنح، المضاد امنع، الروض، البستان أو الحديقة المزدهرة، الجمع، الرياض، الغدير، النهر الصغير، النظير، المراد الجميل، هواك، محبتك، الجمع، أهواء، سناه، ضوء. تطلب الشاعرة من الله أن يعطي السائل الفقير ويمنحه أسباب السعادة والسرور، وتطلب منه أن يطفئ الحرب ويعيد السلام في كل البلاد، وتدعو الله أن ينقذ الأرض من الظلم وينشر العدل فوق جبين الكون، وتطلب من الله أن يمنح الرزق للفقراء والمحرومين، وأن ينعم بالحب والسلام على الجميع، وأن ينعم بالحب والسلام على الجميع، كما يرجو الله أن يملأ البيوت بالحنان، وخصوصا حضن الأم الذي يبعث في الطفل الطمأنينة. وتتمنى الشاعرة أن تسود الابتسامة والفرحة في وجه كل الأطفال الصغار، ونسأل الله أن يكون بجانبها دائما. وفي النهاية تعبر رضاها بقضاء الله ما دام الله يحبها ويقف إلى جانبها. الجماليات في النص: يا رب أسلوب إنشائي نوع نداء غرضه الدعاء. أطفئ أسلوب إنشائي نوع أمر يفيد الرجاء. على جبين الكون تصوير الكون بإنسان له جبين. قبل المحبة تشبيه حيث شبه المحبة بقبلة. الطفل النظير تصوير للطفل بنبات ناضر. أنا جزء من هواك أسلوب خبري يفيد التقرير. أطفئ وقود الحرب في الدول المؤججة السعير. تعرف على المعاني للكلمات الملونة: المؤججة السعير، المشتعلة. يا رب هب للروض بهجة وللزهر العبير. زد، امنح، انشر، احمي، امنح. يا رب أعط السائل المحروم أسباب السرور. دع سلامة غلط أمام البيت الذي يعبر عن الفكرة الرئيسية للنص مما يلي معللا: يا رب أعط السائل المحروم أسباب السرور. أطفئ وجود الحرب في الدول المؤججة السعير. حدد الفكرة التي لم ترد في النص مما يلي: من مظاهر السعادة أن يجد العصفور عشه وتفوح رائحة العبير. الطفل في فراشه يضحك سعيدا في وجود أمه. دعم المرضى بالدعاء لهم وتوفير سبل العلاج. انتشار السلام بين الدول وتوقف عجلة الحرب. أطفئ وقود الحرب في الدول المؤججة السعير، وعلى جبين الكون ضع قبل المحبة والضمير. يا رب هب للروض بهجة وللزهر العبير. مرادف السعير مضاد أطفئ، مفرد، مفرد، قبل. صل الكلمة والجملة بما تدل عليه: أطفئ وقود الحرب، أطلق ضحكة الطفل، العش للعصفور. ما تدل عليه: نشر السعادة، نشر الأمان، نشر السلام. استخرج من البيت الثاني تشبيها ثم بين المشبه والمشبه به. ماذا يحدث لو انطفأت نار الحروب بين الدول؟ انتشرت المحبة بين جميع البشر. دلل من النص على المعاني التالية: وقف الحروب ونشر السلام بين الدول. سعادة الأم لا تكتمل إلا بسعادة طفلها. أكمل كالمثال: مساعدة الفقراء والمحتاجين. كيف أطبقها في حياتي؟ أقدم المساعدة للمحتاجين من حولي، سواء بالمال أو طريق مساعدة الضعفاء على إنجاز أعمالهم. اقرأ الأبيات: الناس للناس ما دام الوفاء بهم،
والعسر واليسر أوقات وساعات، وأكرم الناس ما بين الورى رجلا تقضى على يديه للناس حاجات. لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر، فالأيام تارات. واشكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. قد مات قوم وماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. استخرج من الأبيات ما يلي: كلمتين بينهما علاقة ترادف، كلمة مضادها الغدر، كلمة جمعها فضائل. من أكرم الناس من وجهة نظر الشاعر الخير علاقة جملة، فالأيام تارات بما قبلها. نتيجة تعليل إجمال تأكيد: قد مات قوم وماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. صل ألف بباء لا تقطعن يد المعروف، اشكر فضيلة صنع الله. قد مات قوم، العسر واليسر، أسلوب أمر أسلوب نهي.